أهلا بيكم. النهاردة قصتنا مع مدام صفاء. بتقول فيها: أنا صفاء، عندي 28 سنة، متجوزة وحامل. أنا عرفت جوزي بالصدفة وتعرفنا على بعض وحبينا بعض. هو كان جاي عند ناس قرايبه علشان يعيش معاهم شوية ويدور على شغل في مكان جنب بيت أهلي، أو يأجر محل ويشتغل فيه. وبالصدفة عرف إن بابا عايز يأجر المحل بتاعه، وجه وأجر المحل من بابا واشتغل فيه، والدنيا بقت ماشية معاه كويس، وبقى يعرف يكمل البضاعة في المحل. وكمان الناس اللي في المنطقة كلها عرفته وحبته، والزباين بقت تروح عنده كتير. وكان كل شهر بابا متعود ينزل ياخد منه الإيجار ويقعد يتكلم معاه شوية. وفي يوم أبويا كان تعبان قوي ومقدرش ينزل ياخد منه الإيجار. هو سأل على بابا وفضل يدور عليه، ولما عرف إنه تعبان طلع يزور بابا وقعد معانا شوية واتكلم معايا واتعرف عليا واطمن على بابا، وأخدت منه فلوس الإيجار ومشي. تاني يوم كمان جيجي يزور بابا وقعد معاه واتكلم معايا، وكان بيبصلي كده نظرات كتير فيها إعجاب. فضل أسبوع كل يوم يجي يقعد معانا شوية ويطمن على بابا ويمشي. وبعدين كل ما أطلع البلكونة ألاقيه بيبصلي جصات فيها إعجاب، وأنا كمان كنت معجبة بيه. وقال لي إنه عايز يتكلم معايا في التليفون وعطاني رقمه، وفضلنا نتكلم فترة كده تقريبا شهر، وارتحنا لبعض وبدأ يبقى في ما بينا حب. وقال لي إنه بيحبني، وكمان طلبني للجواز من بابا، وأبويا وافق، لكن أمي ما كانتش موافقة خالص. هو كان عايز ياخدني ونتجوز في البلد بتاعتهم في الأرياف، أصل هو كان من الأرياف وإحنا من القاهرة. وأمي قالت له: يا تجيب شقة هنا إيجار جنبنا يا مفيش جواز. وطبعا اختلف مع أهله بسبب موضوع الشقة ده. أهله كانوا بيتمنوا إنه يتجوز في شقته اللي في بيتهم في الأرياف وياخدني معاه هناك ويشتغل جنبهم، لكن هو وافق على كلام أمي وحب يرضيها ويرضي أبويا، وفي نفس الوقت أخد شقة إيجار جنب أهلي وعشنا فيها لكن للأسف ما حصلش حمل. رحنا علشان نكشف ونطمن وعملنا تحاليل. تاني يوم لما التحاليل طلعت جوزي هو اللي استلم النتيجة من المعمل، ولما جه قال لي إن أنا ما بخنفش. طبعا الكلام اللي مكتوب في التحليل كان مكتوب بالإنجليزي فأنا مش فاهماه، وهو قال لي إن أنا مش بخلف. أنا زعلت جدا وانهارت من العياط، وفضلت أعيط كتير قوي وتعبت قوي من كتر العياط. وهو قال لي: يا حبيبتي ما تزعليش، وطبطب عليا وقال لي: ما تزعليش، أنا بحبك بحبك وعمري ما أقدر أستغنى عنك. قلت له: طيب إحنا لازم نحاول نكشف تاني ونعمل تحاليل تانية. قال لي: لا مش لازم خالص، الموضوع ده يتقفل أحسن، أنا بحبك وما أقدرش أستغنى عنك، ومش مشكلة خالص موضوع الخلفة ده. وبعد كده سكت، وعدى عليا فترة وأنا زعلانة وتعبانة نفسيا، ومع الوقت اتعودت وما رحناش نكشف تاني خالص. عشت حياتي عادي وكنا كويسين والشغل كان ماشي كويس وكله تمام. وعدى علينا 6 سنين وإحنا متجوزين وكويسين مع بعض. وللأسف حصلت مشاكل عند أخويا في شغله، وجه وطلب من أبويا المحل اللي جوزي مأجره علشان يفتح فيه مشروع بدل ما يروح يأجر عند الغريب. وأبويا طبعا مضطر إنه يدي المحل لأخويا، وقال لجوزي: معلش يا ابني، هو مضطر ياخد المحل بدل ما يروح يأجر عند الغريب. جوزي طبعا باع البضاعة اللي كانت في المحل وصرفنا الفلوس بتاعتها على الأكل والشرب، وعشنا كذا يوم كده تعبانين نفسيا. وجوزي فضل يدور على شغل وما لقاش شغل وما لقاش محل تاني يأجره ويشتغل فيه، وخلصت الفلوس اللي معانا. وجوزي كلم أهله واشتكالهم وقال لهم إن فلوسه خلصت وإنه مش لاقي شغل، وقال لهم إنه محتاج فلوس ضروري. وقال لي: أنا هبعتك ليهم تقعدي معاهم يومين، هيكونوا محضرين ليك زيارة حلوة، هتفدي منهم أكل حلو، عسل وجبنة قديمة وفراخ بلدي وفطير مشلتت، وكمان هيبعتوا معاتي فلوس علشان نصرف منها لحد ما الاقي شغل. قلت له ماشي، وفعلا أخدت منه فلوس مواصلات بالعافية يا دوب تكفيني مواصلات، وكملت كمان عليهم من أمي، ورحت الموقف علشان أركب واروح عند أهله في الأرياف. لقيت إن المواصلات فلوسها أكتر من اللي معايا. ركبت القطر علشان أرخص، لقيت القطر زحمة قوي والكمساري جاي من بعيد. بصيت على الفلوس اللي معايا
لقيتها مش هتكفي علشان الأجرة كانت 70 جنيه. فشفت العربية التالتة في القطر ضلمة وما فيهاش حد. فرحت رايحة وقعدت فيها واستخبيت على كرسي في الضلمة وقلت أكيد الكمساري مش هيشوفني. لكن بعد شوية لقيت الكمساري قاعد في العربية الضلمة بيستريح، وللأسف وأنا قاعدة عطست، والكمساري سمع العطسة وجه وقف جنبي وسألني أنتِ دفعتي الأجرة ولا لأ؟ قلت له لأ بصراحة ما دفعتش، معيش فلوس إني أدفع، وفضلت راكبة في القطر وما دفعتش. الكمساري قاعد جنبي وقعد يفتح مواضيع ويهزر معايا ويضحك معايا، واتكلمت معاه وقال لي احكي لي مالك، وحكيت له على اللي حصل معايا، وقال لي إن شاء الله جوزك يلاقي شغل وتبقوا كويسين. وقعد يهزر معايا بإيده وحط إيده كده على جسمي وقرب مني، وأنا كنت مكسوفة قوي. وهو فضل يهزر معايا شوية، وللأسف ضعفت وحصل ما بيني وما بينه زي المتجوزين بالظبط. وبعد كده وإحنا قاعدين بقيت السكة كان قاعد يتكلم معايا وأعطاني رقم تليفونه وقال لي وإنتي راجعة تبقي تكلميني علشان تركبي معايا في نفس القطر وتوصلي من غير فلوس. قلت له ماشي، وقعدت السكة ونزلت ورحت عند أهل جوزي وقعدت معاهم، وكانوا مبسوطين بيا قوي وأنا كمان فرحت بيهم. هم كانوا مرتاحين مادية شوية وظروفهم كويسة، وقعدت معاهم وكنت مبسوطة، وأعطوني أكل كتير وحاجات حلوة، وأخدت الحاجات دي ورحت علشان أركب القطر تاني يوم. بس كنت مروحة في ميعاد وردية تانية غير اللي كان فيها الكمساري، فما كلمتهوش وروحت على طول على البيت. وجوزي أخد مني الفلوس اللي أهله أعطوها لي، وقضينا الوقت وكنا كويسين. وجوزي فضل يدور على شغل لحد ما لقى شغل وبقت الدنيا كويسة. بس أنا حصل لي حاجة، تعبت فجأة، تعبت قوي، بطني وجعتني وما قدرتش أستحمل الوجع، ورحت كشفت وطلعت حامل. بقيت مستغربة وقلت إزاي بعد 6 سنين أحمل؟ يا ترى اللي حصل ده إزاي؟ وقعدت أفكر، ما بقيتش عارفة إزاي إني حملت، وقلت لجوزي وحسيت إنه فرحان وفي نفس الوقت مستغرب وزعلان. ما بقيتش فاهمة في ليه. فكرت كده شوية وطبعا شكيت في شكل جوزي لما قلت له إني حامل، ودورت على التحاليل اللي كنا عاملينها من زمان، ورحت للدكتورة وسألتها التحاليل دي مكتوب فيها إيه؟ الدكتورة قالتلي إن جوزي هو اللي مش بيخلف، ومستحيل إن هو يخلف أبداً، مهما يحصل ده مستحيل. ورحت البيت محتارة وزعلانة من جوزي اللي خبى عليا السنين دي كلها، وفي نفس الوقت زعلانة جداً إني أنا حامل من الكمثري، ومش عارفة أقول إيه، ومش عارفة أحكي له على اللي حصل ما بيني وما بين الكمسرن ولا سيبه ده كده متعاقب، ومحتار ومش عارف يقولي الحقيقة ولا ما يقولش، وفاهم إن الولد مش ابنه وما بيقولش حاجة، ولا فعلا هو فاهم إن ده ابنه. أنا مش عارفة أعمل إيه، مش عارفة أقول لجوزي الحقيقة وأقول له ده عقاب ربنا ليك علشان أنت خبيت عليا السنين دي كلها، ولا هو اللي يصارحني ويتكلم معايا ونشوف حل للموضوع ده. بس طبعا حبيبي لازم كان ياخد نصيبه أكبر، فكنت ببقى معاه 25 يوم ومع جوزي 5 أيام بس، كفاية عليه. حمادة كان فلاح شغال في الأرض اللي جنب بيتنا، بس كنت بحبه جدا جدا، وعلى طول كان يوعدني بالجواز، وفعلا بعد فترة نفذ وعده وجيت أقدم لأهلي، بس أهلي رفضوه لأنه شغال باليومية وظروفه المادية وحشة جدا وما ينفعش يتجوز أصلا. بس علاقتنا ما اتقطعتش رغم رفض أهلي، وفضلنا متمسكين ببعض أكتر وأكتر، خصوصا إنه جه فعلا لأهلي وتقدم رسمي، بس أهلي بقى هم اللي رفضوه، فمعنى كده إنه فعلا بيحبني. وقتها أهلي قالولي انتي أصلا لسه صغيرة، حب إيه وكلام فاضي إيه، انتي لسه 18 سنة. وفضلنا سنة كمان مع بعض أنا وحنادة لحد ما كملت 19 سنة، وطول الفترة دي كان بيجيلي عرسان كتير، بس أنا كنت برفض لحد ما الناس بدأت تتكلم عليا وعلى سمعتي، علشان طبعا كانوا على طول بيشوفوني مع حمادة وعارفين إني برفض العرسان علشان خاطره. لحد ما في يوم اتقدم لي عريس كان مسافر الأردن وراجع البلد علشان يتجوز ويقعد فيها ويستقر، ولأن العريس ده حالته المادية ميسورة
أول ما تقدم لأهلي وافقوا عليه على طول. وطبعا لما حمادة عرف إن أهلي وافقوا على العريس وهيبعد عني جن جنونه، لدرجة إنه جالي يوم الفرح وقال لي أنا مش هسيبك ولا أقدر أصلا أبعد عنك ولا أستغنى عنك، أنا هتصرف. وبعد جوازي بشهر، وأنا أصلا طول الشهر ده كنت بمنع نفسي عن جوزي ومش برضى أديله حقوقه الشرعية، وكنت بعامله وحش جدا علشان أنا كنت عارفة إنه مش هيشتكي لأهلي علشان بدأ يحبني قوي. بس في نفس الوقت أنا كنت بكلم حمادة كل يوم، لحد ما جه في يوم وقال لي أنا خلاص عندي خطة علشان نخلص بيها من جوزك اللي كل شوية بيطالب بحقوقه الشرعية ده. قلت له طيب إيه الخطة بقى؟ بصي، انتي توافقي تعملي معاه علاقة مرة واحدة وبعدها كل يوم تحطي له منون في الأكل. وفضلت فعلا أعمل كده لحد ما جوزي راجع من شغله من القاهرة، وكان شغله ده 25 يوم في الشهر ويرجع البيت بس 5 أيام إجازة. وطبعا الوضع ده كان حلو جدا لأن حمادة كان بيقضي معايا ال25 يوم اللي جوزي مسافر فيهم شغله بيعيش معايا زي المتجوزين بالظبط. وجوزي بدأ يحس إنه مش مرتاح وبدأ يسمع كلام من الناس إني كنت على علاقة بحمادة قبل الجواز. في الوقت ده قرر إنه يسيب شغله في القاهرة ويرجع البلد يشتغل هنا تاني، ولا همنا وكنا لسه بنعرف نتقابل. كنت بستناه يرجع من شغله وحضر له الغداء وحط له في الأكل حاجة تخليه ينام، وبعدها ينام بسرعة. وكان حمادة بيجي ويقعد معايا الساعات اللي جوزي نايم فيها، لحد ما في يوم حصل اللي ما كنتش حاسده حسابه. جوزي صحى فجأة من النوم بس كان مدروخ شويتين، وللأسف جسنا وإحنا في وضع يوضح كل حاجة حتى لو من غير تفاصيل. وبسرعة أنا وحمادة اتخضينا ومعرفناش نتصرف، وحصلت مواجهة شديدة بينا وبين جوزي وتحولت لخناقة. وخلال الخناقة وقع على الأرض والأمور خرجت عن السيطرة تماما، وحصل اعتداء عليه لحد ما فقد حياته. بعد كده لميت الذهب والفلوس اللي في البيت وديتهم لحمادة وقلت له يهرب بسرعة، واستنيت للصبح واتصلت بأخت علي جوزي وقلت لها إن في ناس هجموا علينا وضربوه وسرقوا الذهب والفلوس وإنهم اعتدوا عليا، وبعدين هربوا. أخت علي بلغت الشرطة فوراً وجم على طول، وأول ما شافوني شكوا في كل حاجة. اتحولت جثة علي للطب الشرعي، والطب الشرعي أثبت إن في مواد منومة مخدرة في جسمه، وإن في آثار اعتداء وضرب وخنق، وإن الرواية اللي أنا حكيتها مش منطقية. وكشفوا عليا وأثبتوا إن اللي حصل ما كانش فيه أي عنف، وده خلى شكوكهم تزيد أكتر. ومع التحريات والتحقيقات عرفوا علاقتي بحمادة وتم القبض عليه، وكان وقتها بيبيع خاتم من ذهبي. أنا اعترفت إن كان في علاقة بيني وبين حمادة، بس قلت إن مليهوش أي علاقة بقتل جوزي، وإن أنا اللي عملت كل حاجة لوحدي، وإن المجرمين الحقيقيين هم أهلي اللي رفضوا جوازي من حب عمري زي ما كنت بقول. لكن حمادة أنكر كل حاجة وقال إن أنا اللي قتلت علي، وإنه جه بعد الحادث علشان يساعدني، وإني أنا اديت له الذهب. أنا فضلت أتردى الشرطة إنهم ما يعملوش حاجة لحمادة وإنهم يحبسوني أنا بس. دي كانت قصتهم، وقضية اتعرفت باسم قضية الحب القاتل بين حمدية وحمادة. وبعد المحاكمات تم الحكم علينا بالإعدام، وتنفذ الحكم سنة 2019.